هو المكان الصح بتاع المأذنة فين؟ قد تظن الوهلة بسيطة إن المأذنة بتتحط بشكل عشوائي في أي مكان، ولكن ده غلط تماما، لأن هنا الناس بتتقسم نصين، نص بيتكلم عن المأذنة بشكل وظيفي ونص بيتكلم عن المأذنة بشكل جمالي. ولكن خليني أقول لك إن المأذنة في الأساس هي غرضها وظيفي بحت، لأنه هنا المؤذن زمان كان بيطلع على المأذنة من فوق علشان ينادي للصلاة ويرفع الأذان. علشان كده هي كانت تعتبر واحدة من أهم العناصر الموجودة في المسجد، أو خلينا نقول بشكل عام إن هو أهم عنصر موجود في المسجد، واللي كان كل عصر بيجي لازم يحط البصمه بتاعته. فهتلاقي ان المأذنه في اغلب المآذن الموجوده مثلا في شارع المعز مختلف، لان الشارع ده عدى عليه عصور كتيره جدا، فهتلاقي فيها المملوكي والعثماني وغيرهم كتير. كمان هتلاقي ان كل مأذنه مختلفه في النقوش اللي موجوده عليها، في شكل الحجر بتاعها، في التصميم بتاعها، لكن كلهم بيتفقوا على حاجه واحده، وهي ان المأذنه هي اطول حاجه موجوده في المدينه كلها. وده طبيعي جدا، لان المأذنه دي تعتبر لاند مارك لان المكان ده موجود فيه مسجد، وده هو العنصر الجمالي. اما العنصر الوظيفي فان الارتفاع كان مهم جدا، لانه زمان قبل وجود المايكات والتكنولوجيا دي كان المؤذن بيطلع في اعلى المأذنه من فوق علشان يرفع الاذان ويتاكد انه وصل لكل الناس. علشان كده الارتفاع بتاع المأذنه كان كبير جدا. ما هو زمان ما كانش فيه مايكات، عشان كده هتلاقي المأذنه بتاعت اي مسجد موجوده قدام شويه. قدام فين؟ موجوده في المقدمه بتاعه المسجد، علشان العنصر البصري وانت ماشي في الشارع يلقطه على طول ويعرف ان هنا موجود مسجد. ايه ده؟ ثانيه واحده، هي المأذنه بتاعت مسجد الحاكم بأمر الله موجوده فين؟ انا هسيب لك الموضوع ده تدور فيه انت، ولكن هتلاقيه مش موجود فوق المسجد، هتلاقيه قدام شويه. ولكن هنا مع ظهور المايكات بقى ملك اللعبه، وهو اللي بدأ يتحكم في وجود المأذنه موجوده فين بالظبط. وساعتها بدأ المعماريين يحطوه في اماكن غريبه جدا. فمثلا ممكن تلاقيها في كورنر من الكورنرات بتاعه المسجد، يا اما هتلاقيها موجوده عند السلم وده واحد بيضرب اتنين في واحد يعني، يا اما هتلاقيها بعيده عن المسجد اصلا بره. وساعتها ده بيكون عنصر جمالي مستقل بذاته، وبيكون السلم بتاعه موجود فيه. ولكن حاجة مهمة جدا، ان المعماريين برضو كلهم اتفقوا على حاجة واحدة، ان المأذنة دي ما تتحطش في نص المسجد، ولو اتحطت في نص المسجد لازم تلاقي حالة من الحالتين، يا اما هتلاقي في قبة موجودة في المشروع، يا اما هتلاقيهم مأذنتين مش مأذنة واحدة. وده عشان ما يبقاش فيه عدم توازن بصري في الكتلة اللي موجودة. وهنا بيجي السؤال، لو بتصمم مسجد هتحط المأذنة فين؟